تعب من كتر العزم يعني. ايام صعبه على وسط الفريق بس هتقعد تقولي لي انا بقول لك اهو كل اللي انت عايزاه. اتفضل. هتقعدي هتعملي فيها صحفيه بقى. انا فعلا صحفيه. مساء الخير. امبارح كنت في عزا والدة دينا الشربيني في مسجد المشير، وبعدين وانا خارج قابلت مجموعه من الشباب الصحفيين وانا رايح على العربيه على عربيتي يعني، وكان موجهين الموبايلات، فقلت كلمه. فانا بقول الكلمه في اخت صحفيه قالت حاجه فجاه كده، يا اما تعليق يا اما كان سؤال، بس كان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع جدا. قلت لها شش، فلقيت الشت دي عيب قوي، فاتلبخت، فقلت فقلت لها انت فاكره نفسك صحفيه ولا ايه؟ لقيت نفسي بغلط اكتر، فانا متضايق من اللي حصل ده. وحصل انه الفيديو نزل على اليوتيوب، يمكن ما فيش ناس كتير شافته، بس انا لما شفته اتضايقت من نفسي الحقيقه. الناس علقت قالت ان انا قليل الذوق وان انا ما كانش المفروض اعمل كده وايه الغرور ده. فعلا انا استاهل كل الكومنتات الوحشه دي. هي مش وحشه، الكومنتات الصح دي، لان انا غلطت فكان لازم اخد جزائي. فانا بعتذر عن الطريقه اللي انا اتكلمت بيها ورد الفعل اللي اتكلمت بيه للانسه الصحفيه وللشباب الصحفيين اللي كانوا موجودين، وبعتذر لجمهوري اللي كان على اليوتيوب وعلق وهو زعلان مني. ارجوكم ما تزعلوش، حقكم عليا، انا فعلا كنت غلطان وفعلا كنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده حقيقي يعني. وانا ابويا علمني ان انا لما اغلط اقول انا اسف، فانا اسف وارجع قبول اعتذاري. العالم اهو، علشان الناس اللي بتحب تتريق تقول امال فين العالم، اهو العالم اهو. السلام عليكم واسف مره تانيه.